واحدة من أكثر القضايا إثارة على الإطلاق. بدأت محكمة شمال أمانة العاصمة جلساتها للنظر في قضية تمزيق المصحف الشريف والاعتداء على حرمته. وفي الجلسة الثانية الأكثر سخونة والتي شهدت انسحابا مفاجئا لمحامي الدفاع ورفضا لطلب محامي الادعاء بضم قضية وجهاء المنطقة إلى ملف القضية، بدأ المشهد آخذا في الاتساع بعد تأجيل البت في هذا المطلب إلى جلسة قادمة موعدها مطلع الشهر المقبل. التفاصيل نتابعها ضمن وقائع جلسات المحاكمة في هذا التقرير. التوتر سيد الموقف، حيث القضية الأكثر جدلا على الإطلاق. المكان محكمة شمال أمانة العاصمة. القضية تمزيق المصحف الشريف والاعتداء على حرمته. في هذه القاعة بدأت جلسات المحاكمة للنظر في قضية شغلت ولا تزال حيزا كبيرا من اهتمامات الناس ومتابعتهم لتداعياتها. الجلسة الأولى سادتها أجواء مشحونة وتراشق بالاتهامات بين طرفي القضية لم تخرسها سوى مطرقة القاضي معلنا بدء المحاكمة بطلب قراءة ملف القضية. والذين شهدوا لله تعالى بأنهم في يوم الثلاثاء الموافق 14/4/2009 عصرا ما بين الأذان والإقامة لصلاة العصر شاهدوا المتهم عبد الملك علي البيضاني وهو يقوم بتمزيق أوراق من المصحف الشريف ويرمي بها إلى الأرض في الشارع جوار منزله ومشى من فوق الأوراق. بعد ذلك استمعت هيئة المحكمة إلى تلاوة أدلة الإثبات وقرار الاتهام من ممثل النيابة العامة تضمنت شرحا لملابسات القضية وتصنيفها ضمن الجرائم التي تمس المجتمع بشكل عام. فإن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تعليق الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون وفق النص المادة 21 إجراء الجزائية. الدعوى الجزائية المرفوعة قبل المتعاقد هي الدعوى الردة عن دين الإسلام، وهي من الجرائم الماسة في الدين الإسلامي والمتضرر منها هو المجتمع اليمني وإن لم يكن الإسلامي. الجلسة الثانية كانت الأكثر إثارة وصخبا، حيث شهدت انسحابا مفاجئا لمحامي الدفاع إثر رفض طلبه إرجاء شهادة الشهود حتى يستكمل الاطلاع على ملف القضية حسب قوله. نرجو تأجيل سماع الشهود حتى تمكننا من صورة من الملف. أنا إلى الآن لم أطلع على أي شيء في القضية. نحن مكنا المتهم في الجلسة اللي مضت من تمكينه من صورة من ملف القضية. شانه إذا لم يصور. بسم الله الرحمن الرحيم. اخرجوا هذا اللي قاعد كيف اخرجوا يا عسكر. أنا صاحب سيد سجل انسحاب سيد القاضي. إثر ذلك استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة الشهود في الوقت الذي كان صوت المتهم يتعالى بين حين وآخر متهما الشهود بتصفية حسابات قديمة حسب تعبيره. أستطيع أن أشرح لك الحوار الذي كان بينهم من شرح عثمان لي انه بيهدد له يشيل الورقه لا يسوي به ويعمل به. سمعت النبي محمد الله صلى الله عليه وعلى اله سمعت الشاهد الاول اتى علي عبد الله الناشد جاء الى عندي ولف ايضا القران حناوي ودساحن ودخل البيت. محامي الادعاء ضمن مرافعته طلبا لهيئة المحكمة بإلزام النيابة العامة بضم ملف قضية وجهاء المنطقة وخطباء المساجد إلى هذه القضية باعتبارها قضية مرتبطة، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض التام من النيابة العامة. أنا أرفض طلبي الآن يا سيدي وأسند السند القانوني الصحيح يا سيدي. النيابة العامة رفض تدخل المحامي وتقديم في هذه القضية. هيئة المحكمة آثرت تأجيل الفصل في طلب المحامي إلى الجلسة القادمة لتشق مطرقة القاضي سكون القاعة لتعلن هذه المرة رفع الجلسة إلى أجل مسمى. احنا فصل رفعنا جلستنا رفعت الجلسة إلى تاريخ 1/6/2009. ساحة المحكمة كانت مسرحا لجدل آخر لم ترفع مداولاته حتى بعد مغادرة المتهم لهذه الساحة وسط إجراءات أمنية مشددة. هكذا بدأت ساحة المحكمة بعد أن انفض الجمع ليبقى الترقب حاضرا حتى انعقاد الجلسة القادمة.
ترقب لن يحسمه سوى منطوق الحكم والفصل في قضية هي الأكثر إثارة في المجتمع اليمني. محمد الراجحي لبرنامج صدى الأسبوع.